كويس خالص. اديني بقيت لوحدي وقفلت على نفسي الباب بالمفتاح من جوه علشان اقعد كده واتهنى مع فلوسي. يا سلام، يا سلام على منظر البنكنوت اللي يشرح القلب. رزم رزم، كل رزمة ب1000. غير رصيدي في البنك تبقى حوشت لغاية دلوقتي يا حسان 50,000 جنيه بالتمام والكمال. بس مش هقدر اتهنى بيهم علشان العيال اللي عندي ده. ايه الخبط ده؟ الواحد ما يعرفش يتهنى في خلوته شوية لما الحق اشيل الفلوس من تاني. افتح يا حسان. انا مشغول يا عطيات، عايزة ايه دلوقتي؟ يا راجل افتح، اخوك عبد المقصود مستنيك من بدري. اخويا عبد المقصود هنا وما قلتش ليه يا عطيات؟ انا جاي له حالا. صباح الخير يا حسان يا اخويا. اهلا بك يا عبد المقصود، اهلا اهلا اهلا. تحب تشرب قهوة؟ لا متشكر، انا بس جاي لك في حاجه كده مستعجله. روحي يا عطيات اعملي فنجان قهوة. واعمل لك فنجان كمان؟ لا لا، فنجان واحد بس. طيب حالا. ازيك يا عبد المقصود؟ والله وحشتيني قوي. صحيح وحشتك يا اخويا. ده مزاجه رايق النهارده واقدر اطلب منه المبلغ. انا عارف ان انت جاي مستعجل ليه. لازم ربنا سهل لك وجاي تدفع لي ال50 جنيه اللي عليك. ما انت عارف اخوك معذور فيهم قوي. ادفع لك منين يا اخويا؟ ده انا جاي لك عشان تلحقني ب100 جنيه كمان عشان تنجيني من الحبس. ايه يا اخويا؟ انا اجيك من ايه؟ من الحبس؟ ايوه عليا كمبياله للبنك، اذا ما دفعتهاش النهارده هتحبس. حبس ايه وميات ايه وبنك ايه؟ انا مش سامع حاجه ابدا، وده رجع تتسدد تاني. بقول لك الحقني ب100 جنيه احسن هتحبس وادخل السجن. يا وداني وداني بتوش، مش سامع حاجه ابدا. سلامتك يا اخويا، بس انا يعني انا هدخل احط فيهم دواء وانام شويه علشان الوجع يروح. حرام عليك تنام وتسيبني في الورطه دي. مع السلامه يا اخويا بقى، مع السلامه مع السلامه، وخليني اشوفك في وقت تاني لما وداني تخف. مع هتشوفني السلامه. فين بقى؟ سلام عليكم. مع السلامه. ودلوقتي كأني ما سمعتش حاجه. الله، امال فين سي عبد المقصود؟ راح فين؟ مشي، باين عليه مستعجل. والقهوه هاتيها لما اشربها جوه. عايز تدخل وتقفل عليك تاني؟ يعني مش اشوف شغلي؟ ما انا عارفه انت مشغول بايه كل يوم على الحالة دي. يا اخي خلي شويه لبكره، دلوقتي عريس نعمات بنتك جاي. اهو انت دايما كده تزعجيني في خلوتي. يا اخويا تعالى سلم على الاستاذ ممدوح والست والدته. بس انا مش ممكن ادفع ولا مليم. عندك اهم من بنتك؟ برضو مش هدفع ولا مليم. طب بس ما تزعقش كده احسن سامعينك. طيب هم قاعدين فين؟ جوه في الصالون. بابا جاي، اما اروح اعمل لكم القهوه. قهوة ايه يا نعمة؟ تخليكي قاعدة معانا شوية. خليها يا ابني تعمل لي فنجان قهوه يعدل دماغي. حالا يا ست حمديه. اهو عمك حسن جه، ان شاء الله يكون مزاجه رايق النهارده. اهلا وسهلا، اهلا اهلا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ست حمدية؟ ازاي صحتك انت؟ والله الصحة تعبانة قوي، عدم. ألف لا بأس عليك يا عمي. بتشكي من ايه؟ من القلب يا ابني. لازم ما عملتش بالوصفة اللي قلت لك عليها. امال ايه اللي زود العيا يا ست حمدية؟ ما هي الوصفة بتاعتك. وصفة ايه يا عمي؟ لازم تروح لدكتور كويس. ايه يا اخويا؟ دكتور؟ لا يا ابني، انا بيني وبين الدكاترة دول ربنا، دول ما يعرفوش حاجة غير انهم يطلعوا الفلوس من جيب العيان. اطمن يا عم اطمن، انا هجيب لك دكتور كويس مش هياخد منك ولا مليم. اذا كان هيعالجني ببلاش مفيش مانع. يا سلام، ده انت صحتك غالية علينا خالص. بس خدمتك لنا بعد كده تقرب ميعاد الجواز شوية، لان المسألة طالت. ايه، ما هو انتوا اللي عايزين كده. انا طالب لبنتي 5 عوض
وانتوا مش عايزين تجيبوا غير 3 بس؟ بقى في حد بيسكن في 5 اوض دلوقتي؟ كفايه عليهم اوضتين 3. يوه، اهو انتوا بتضيعوا وقتكم ووقتي. يظهر مفيش فايدة يا ابني، يلا بينا. مستعجله ليه يا ماما؟ استني لما تشربي القهوه. اهي نعمت جت. ده انا عامله لك القهوه اللي بتحبيها يا ست حمديه، سكر زياده وبن تقيل. متشكرين يا بنتي، بس يا خسارة الحلو ما يكملش. اتفضل يا سي ممدوح. متشكرين يا انسه نعمت. ودي قهوتك يا بابا، ودي قهوتك يا ماما. هاتي، لازم خلصتي على السكر والبن اللي عندنا زي عوايدك. يا اخويا البن والسكر كتير وخير ربنا كتير. تعالي يا بنتي، تعالي اقعدي مع عريسك. ايوه يا بنتي، تعالي اقعدي جنبي، تعالي. تسمح لي اقعد يا بابا؟ يلا يا بنت، يلا يا بنت، خش جوه. ليه يا بابا؟ يلا يا بنت، يلا يلا خش على اوضتك. ليه يا بابا؟ يلا يا بنت، هو احنا لسه اتفقنا على حاجه؟ واحنا كمان مش قاعدين، يلا بينا يا ممدوح. بس ما اتفقناش يا عمي. حضرتك عايز الدكتور يجي لك امتى؟ يا ابني هو في دكاترة بيشتغلوا ببلاش؟ ايوه يا نينا، في واحد دكتور صاحبي، انا هروح له دلوقتي وارجع لعمي حسان حالا. مع السلامه يا سي ممدوح. الله يسلمك يا نعمت. أعوذ بالله، الراجل هيموت على القرش. اعذريه يا ماما، اصله راجل عيان. انت بتصدق يا ابني؟ ده مش عيان ولا حاجة، ده بس موهوم بأنه عيان بالقلب. ايه؟ لا، اذا كان موهوم بصحيح نقدر نوهمه كمان تاني ان نهايته قربت. يمكن يبحبح ايديه شويه وما يبخلش بحاجه على بنته في الظروف دي. والله يا ابني فكرة، لكن مين اللي يقدر يقوم بالمهمات؟ انا عندي دكتور انما متخصص في الحالات اللي زي دي. هو فين الدكتور ده؟ دكتور بهيج جارنا، مش عارفاه؟ لكن يا ابني ده مش دكتور، ده بتاع مزيكا. وماله يا نينا، ما هو ده اللي هيعالجه ببلاش ويخليه يعرف ان كل من عليها فان ومحدش واخد منها حاجه ابدا. الله يجازيك يا ممدوح. انا هروح له دلوقتي وافهمه على كل حاجه. بس لازم يجيب معاه عدة واحد دكتور، مش عدة المزيكا. يا اتفضل يا عمي بقى علشان الدكتور يكشف عليك. بس اوعى يكون من الدكاتره اياهم. لازم تفهم يا حضرة ان دكتور ببص لصحة العيان مش لجيبه. والادويه كمان بيجيبها عنوته، قصدي ببلاش. على كده خليك تكشف عليا على طول وانا مطمن. ارجوك ما تتكلمش، خد نفس طويل. اهو. دي حالتك خطيرة خالص يا حسان. سامع يا ممدوح؟ سامع بتقول ايه؟ سامع حضرته عاوز يوهمني، هيموتني. بعد الشر عليك يا عمي. يعني عايز اخبي عليك؟ طيب قول بس كفاية، ده صوتك نشاز قوي. يعني عايز نغني يا دكتور؟ اهو ده اللي كان ناقص، ده انت ما تنفعش حتى تكون كورس. مالوش لازمه الكلام ده يا دكتور، احنا عايزين نطمن على صحته. مفيش فايدة يا ممدوح، دقات قلبه مش موسيقية، اقصد مش طبيعية. سامعه يا ماما الدكتور بيقول ايه؟ ما كانش لازم يسكت على نفسه لغاية دلوقتي. يا ما قلت له روح لدكتور ما سمعش كلام. ان شاء الله الشفا هيكون على ايديك يا دكتور بهيج. سلامتك يا بابا. خلاص الوقت فات وما بقاش في ايدي حاجة. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا دكتور؟ انا صحتي زي البومب. انا مش عيان ولا حاجه. انا دكتور غاوي مش بتاع فلوس يا سي حسان، وعملت اللي عليا والباقي على الله. استنى يا دكتور استنى. مش ممكن استنى. سلام عليكم. مع السلامه. كلام فارغ. يعني قلبي. سلامتك يا عمي. ما نمشي طول الليل يا ابني. الوجع زاد يا ممدوح. يظهر ان كلام الدكتور ده صحيح. يا قلبي ابعت اجيب له دكتور تاني، يمكن يكون على ايده الشفا. مش قلت لك يا عمي؟ انا هكلمه في التليفون واخليه يجي لك حالا. اوعى تكون زعلت مني يا دكتور. انا جيت بس عشان خاطر سي ممدوح والست والدته. لا، وعلشان عمي حسان كمان يا دكتور. انا مستعد اعمل اي حاجه علشان ترجع لي صحتي تاني. بلاش تضيع فلوسك في الهوا يا سي حسان، وخدها مني نصيحة.
الطب دلوقتي بيعجز عن علاج حالتك دي احسن كلمة قلتها يا دكتور. بلاش اضيع فلوسي. حد يفكر في الفلوس دلوقتي يا حسان؟ مادام اخرتها الموت يا عطيات ومش هاخد معايا حاجة، لازم اسيب ثروتي دي كلها على داير المليم لبنت نعمات. شايفة بابا بيحبك قد ايه يا نعمات؟ انما انا مش عايزه حاجه غير صحتك يا بابا. ما تعيطيش، ما تزعليش يا بنتي، معلش انا عشت احوش علشانك ودلوقتي عاوز افرح بك قبل ما اموت. مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ شوفي مين يا نعمان. لازم عزرائيل. اشهد لا اله الا الله. عبد المقصود. ايه غير ايه يا عماد؟ بابا يا عمي. ايه سلامتك يا اخويا؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ خلاص حموت يا عبد. لا بأس عليك يا اخويا. ودنك برضو يا حسان؟ ودني ايه يا عبد وبتاع ايه ده؟ قلبي. احنا يا جماعة عايزين نسيبه يستريح شوية. نسيبه ازاي يا دكتور؟ ده احنا اهله ملناش غيره. كتر خيرك يا اخويا. انت والله طيب القلب قوي، قلبك حديد. ده انت لو جرالك حاجة كنت موت نفسي علشانك. شايف يا اخويا، شايف الواحد بيقعد يحوش في الفلوس وبعدين ما يتهناش بيها ازاي؟ انا عارف ان نهايتي قربت، عايز افرح ببنتي قبل ما اموت يا جماعه. ايوه يا جماعه، لازم تجيبوا المأذون في الحال والجواز يتم بسرعه. لازم، يمكن لما اشوف بنته في ليله فرحها تحصل المعجزه ويطير. يلا يا عبد المقصود، يلا يا عبد هات المأذون يلا. وانت يا عطيات خدي يا حبيبتي، خدي المفاتيح بتاعت الخزنه اهي. عشان ايه؟ ده انت عمرك ما عملتها. يلا يا جماعة مفيش فايدة، افتحي الخزنة وخدي الفلوس اللي انت عايزاها علشان تفرحيني. ربنا يشفيك يا حسان ويطول في عمرك يا اخويا. ودي لعبد المقصود الفلوس اللي يطلبها، 100 200 300. على كده وده ما كانتش وجعاه ولا حاجة. يلا يا جماعه اسمعوا كلامه واعملوا كل حاجه بسرعه. ايه الحكاية يا دكتور؟ هو كل حاجة بسرعة؟ انا مش مصدق الكلام ده كله، لازم اعمل لاخويا كونسولتو. اعملوا اللي يعجبكم، انا كلمتي ما تنزلش الارض. ياني يلا يا جماعة فرحوني، لازم كل حاجة تتم النهاردة. انا هروح اجيب الكونسولتو دلوقتي. وانت يا ممدوح وانت يا حبيبي اجري ادعي العيلة كلها وهات المأذون. ايوه كده، عشان المزيكا تدق وتحصل المعجزه. اهلا 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 اهلا، الف مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا بابا. مش هوصيك عليها يا ممدوح يا ابني. يا سلام يا عمي، دي في عينيا من جوه. دلوقتي اموت وانا مستريح. بعد الشر عليك يا بابا. اما انت بقى يا نعمة يا بنتي فانا هقدم لك هدية بسيطة. هدية ايه يا بابا؟ هفتح باسمك حساب في البنك. يا ربنا سلام يخليك على يا بابا. كرمك. متشكرين. مش قلت لك يا اخويا الحكاية فيها لعبة؟ ايه تقصد ايه يا حضرة؟ يعني انا نصاب؟ ادي تقرير الكونسولتو، هو اخويا ما عندوش اي حاجة. الحقيقة يا عم ان الدكتور بهيج ما بيعرفش في الطب ابدا. ما بيعرفش في ايه يا اخويا؟ انا اسمي بهيج وبتاع مزيكا بس، هم بيدلعوني ويقولوا لي يا دكتور. مش مهم، انا ما نفعنيش غيرك. بس لازم تتأكد يا أستاذ حسان إن غرضي كان شريف. فعلا يا عمي، هو ما عملش كده الا علشاني انا ونعمت، وعلشاننا كلنا، والأمارة اهي، وعلشاني انا كمان لانه شافاني من حالتي الوهم. خصوصا الحالة التانية يا عمي. أيوة الحالة التانية. الله يجازيكم يا جماعة، يعني انا دلوقتي ما بقتش بخيل دقة، ما بقتش ميت على القرش زي الاول. مين قال انك بخيل دقة؟ ده انت يا سلام في منتهى الكرم. ربنا يديم عليكم المعروف يا جماعة. صحيح الواحد منا مش مهم عنده الفلوس، المهم اهله اخوانه الناس اللي حواليه، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ قلت لك أنا مش دكتور، بس اوعى ترجع في كلامك تاني للنهاية ابدا.